فرنسا مين؟ فرنسا مين أمام الأسود؟ فرنسا مين؟ من هم الديوك أمام الأسود؟ هدول الأسود شفتوهم؟ يا فرنسا صعبة وأمريكا صعبة وصعب. المغرب في نهائي كأس العالم للشباب. نعم، صدق أو لا تصدق، هؤلاء الأبطال صنعوا التاريخ. هذا درس لكل منتخبات العالم. تعلموا من المغرب. الأسماء ما بتعني شيء. فرنسا والأرجنتين وإسبانيا هاي أسماء. بالملعب 11 على 11، بالملعب عقلية، بالملعب قتال، بالملعب مهارات، بالملعب ثقة. شوفوا لي بس ركلة جزاء زبيري، شوفوا بس ركلة جزاء زبيري. يا ابني انت كيف تحت 20 سنة؟ انت عندك عقلية نجوم أساطير أساطير أساطير. بانينكا بنصف نهائي كأس العالم. بانينكا والله تحية 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 من هنا إلى المغرب، إلى طنجة، إلى أكادير، إلى كازابلانكا، إلى كل المدن المغربية، كل المدن المغربية. اليوم فرحتكم فرحتنا، ويعني شاعرين بشعور لا يوصف لا يوصف لا يوصف. أنا اليوم رجع لي حقي من صحفيين فرنسيين كانوا بنصف نهائي كأس العالم بقطر. بعد خسارة المغرب صاروا يتطلعوا ويضحكوا فينا، يضحكوا علينا لأنه كنا عم نشجع المغرب. اليوم جاءهم الرد، اليوم وصلني حقي. شكرا، شكرا يا أسود الأطلس، شكرا يا أسود الأطلس. والآن العين على اللقب، على اللقب. قلتها من قبل مباراة أمريكا، العين على اللقب. يلا يا رب.